الزمالك ينجو من فخ أوتوهو. فخ أوتوهو، أيوه فخ أوتوهو. نادي الزمالك قابل فريق إنبي يوم الأربعاء الساعة 9:30 بالليل، وخلص المباراة حوالي الساعة 12 إلا ربع بالوقت الضايع. نادي الزمالك استراح يوم الخميس وسافروا فجر الخميس عشان يوصلوا الكونغو صباح يوم الجمعة. نادي الزمالك عمل تدريبة واحدة على الملعب دوت. الملعب المفروض ان هو فوق مستوى سطح البحر بنسبة عالية جدا، وده بيقلل نسبة الأكسجين، وده تأثير على اللعيبة. الملعب ده ارتفاع درجة الحرارة ورطوبة أعلى وصلت ل 85 أثناء المباراة، ده حمل على اللعيبة. بالإضافة إلى مباراة إنبي اللي كان ضغط عليهم قبليها بيومين، كل ده حمل على اللعيبة. واضح جدا ان فريق أوتوهو بيتناقل الكوره بمنتهى السهوله والسلاسه ما بينهم وما بين بعض، لان هم متعودين ان هم يلعبوا على الملعب دوت، على حين ان لعيبه الزمالك كانوا بيجدوا صعوبه في ان هو يسلم ويستلم الكوره، لان الكوره نفسها السرعه بتاعتها بتبقى اسرع من الملاعب العاديه. وده واضح في كذا كوره احنا شفناها، ان اي كوره اللعيب بيبقى حاسب لها بيلاقي الحسبه بتاعته غلط، لان الكوره نفسها اسرع عن اي ملعب عادي، على عكس فريق أوتوهو اللي كان عارفين يتناقلوا الكوره وكانوا احرف على ارض الملعب. احنا يمكن خلال الشوط الاولاني مسكنا الكوره على فترات. طبعا احمد فتوح كان نجم المباراه في الشوط الاول، الدباغ اللي قدر ان هو يحرز لك الهدف، رغم ان معتمد جمال بدا بتشكيله متوازنه الى حد ما، محمد ابراهيم واسماعيل وعبد المجيد وفتوح في خط الظهر، ومعاهم طبعا صبحي، ونزل بربيعه وشحاته في نص الملعب، وايشو وبنزيرا. ولكن انا اسف، ايشو مكان فتوح، ويمكن فتوح كان نازل في نص الملعب، والدباغ والجزيري. تشكيل متوازن جدا لمباراه زي دي متعوده على السرعات، وهتقدر ان انت تحاول ان انت تعتمد على الهجمه المرتده مع فريق هينزل يهاجمك خارج ارضك. كان تشكيله كويسه جدا، ويمكن الدباغ خطف واحده وقدرنا ان احنا نتعادل. الشوط الثاني حاول معتمد جمال ان هو يمسك الملعب ونزل برضو عشان يقدر يسيطر على الملعب، نزل محمد السيد ونزل احمد شريف عشان برضو يحاول يعمل جبهات. ولكن للاسف اللعيبه كان واضح ان هم بدنيا ابتدوا يسقطوا، وكان واضح ان الارض مأثره فعلا على طريقه اللعب وعلى لعب الفريق. نزل بعد كده برضو غير محمد السيد واحمد شريف، نزل خوان بزيره، واخوان بزيره برضو انا توقعت ان هو هيستلم الكرة وهيقطع الفرقه دي حرفيا، ولكن خوان بزيره برضو نلاحظ ان هو حتى لما بيستلم كرة مش قادر برضو يتعامل مع الكرة، لان لاعب زي ده رجله حساسه على الكرة، فهتبص تلاقي الارض دي هتفرق معاه كتير جدا عن اي لاعب عادي. وده واضح جدا في كذا كرة برضو مع لاعب زي خوان بزيره. في نهايه المباراه طبعا حاول ان هو ينزل بنتايك وحاول ان هو ينزل ناصر منسي، برضو فشلوا في ان هم يسيطروا على الكرة. مباراه طبعا لنسيان الزمالك ما كانش افضل شيء، ولكن ما نقدرش نلوم اللعيبه مع ضغط المباريات. نتيجه ايجابيه بيقدر ان نادي الزمالك ان هو يحققها، ونتيجه مهمه جدا علشان تدعمه في طريق العوده. نادي الزمالك عنده فتره طويله جدا هيلعب بعد حوالي 5 أو 6 ايام. نادي الزمالك هيرجع النهارده بالطياره الخاصه، هيكون موجود في مصر باذن الله ان شاء الله، ويقدر ان هو بقى ياخد فتره استشفاء ويقدر يلعب مباراه العوده وهو مستريح جدا، عشان نقدر ان احنا نكمل الدور اللي بعده باذن الله. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك، والف مبروك لينا كزملكاويه بالمباراه دي، والحمد لله ان احنا عدينا فخ أوتوهو.